سويت هذا الشيء اللي صار لي فترة بس قاعد اكله. في لحم مفروم وبطاط ولذيذ. قاعد افوح بطاط، راح احط معه بصل بودر وثوم بودر فلفل اسود وملح. شيل من الماي واحط فوقه روب يوناني، ملح فلفل اسود، والشيء اللي صدق راح يسوي الفرق اللي هو سمن البط. ما ادري وين ينباع هني بس انا اشتري لي سافرت، يغير الطعم كله. اذا ما عندكم اياه تقدرون تحطون زبده عادي او زيت زيتون، ثوم بودر وبصل بودر، اعشاب مجففه وزيت زيتون، واضربهم بالخلاط. جبنه البيكورينو او ممكن برمزان او اي جبنه ثانيه عندكم تصير حاده. هذه من حليب الغنم. وياهم هذا بالنسبه حق البطاط. الحين صار جاهز ولذيذ وايد حلو. حق صلصه اللحم راح ابدي بالجزر والبصل، احمسهم على زيت زيتون وفوقهم نفس الشيء ملح وفلفل، ثوم وبصل بودر، فلفل حار ودارسين والاعشاب واللحم المفروم. والحين حق المرق بسويه بالطريقه هذه مشروم ومجفف، فوقه ماي حار وزبده ويا طحين بنفس الكميه، واضربهم بالخلاط. صار عندي مرقه مشروم او تقريبا صار نفس جريفي، بسبت له طحين والزبده. اقدر اخففها بماي وازيده على الجدر، اصبه فوقهم هنا، ناقصها ملح بس. اقدر اضيف جبن بعد، هذول احطهم صينيه احسن لانه راح يطيح منهم كل مكان. قفشتين بكل واحد، فوقهم البطاط المهروس. اقدر اسوي بالقفشه واوزع بيدي، بس لان اللحم حار البطاط راح ينزل تحت واللحم بيصعد، صاير نفس الصلصه. اذا برد اللحم ممكن نسوي بالايد، بس الحين اسهل لي بالبلاستيك هذا البايبنج باج. فوقهم موزاريلا. شنو راح يصير فيه بالفرن؟ يتحمش ويصير نفس الحكوكه بعدين لما تردون تسخنونه ثاني يوم، تنشال بروحه وتنوكل لذيذه. واللي ما يعرف شنو الحكوكه، الجزء التحتي بالجدر لما نسوي عيش شلون تصك وتتماسك. زيت زيتون وادخلهم الفرن، خليه يتحمشهم من فوق. ثالث مرة اسويهم، لازم اخليهم شوية يريحون وبعدين اقدر اكلهم، لان من داخل ريحهم قاعد يغلون. والحلو فيهم ان اقدر اخليهم بالثلاجة واسخنهم متى ما بغيت بالمايكرويف واقعد اكلهم. عجيبين. سخنت لي واحدة بعد النادي بالمايكرويف، الجبنة تنشال طقة واحدة كذي نفس كل مرة، لذيذة. صاير اسوي منهم وايد واخليهم بالثلاجة واخلصهم بيومين. 3/4 بروتين بسبة اللحم وشوية من البطاط فوق. هو المفروض يصير اتوقع نص بنص، بس انا قاعد اسوي كذي. وممكن يصير على بايركس كبير، بس انا قاعد اسويهم بالصغار هذولي، اسهل لي حق الوجبة.